الاختراع ده اختراع عجيب، لانك ممكن تشوف ان دي كرة ارضية عادية، بس لا، انت غلطان لانك ما سألتش على شربيني. الكرة دي اسمها سولار سبيننج جلو، يعني كرة ارضية بتشتغل بالطاقة الضوئية. ناس كتير اصلا دخلت تكلمني وتسألني على الكرة دي ومش فاهمين هي بتلف كده ازاي. الكرة دي يا سيدي الفاضل جواها خلايا ضوئية صغيرة، الخلايا دي بتحول الضوء لطاقة كهربائية ضعيفة، الطاقة دي بتشغل موتور صغير جدا، وده اللي بيخلي الجزء الداخلي يلف، وزي ما انت شايف كده الزجاج الخارجي ثابت تماما. وما دام قلنا طاقة كهربائية يعني بتشتغل من غير بطارية، لانك مش محتاج الا مصدر اضاءة قوي موجه عليها، زي اباجورة المكتب مثلا. مجرد ما ثبتها على الستاند ده تقعد تلف 24 ساعة في ال 24 ساعة من غير ما توقف، طول ما في مصدر اضاءة موجه عليها. والغريب بقى انك مهما حركتها وجيت تحطها على الستاند بترجع تظبط نفسها على نقطة تمركز الكرة الأرضية. وعلى فكرة سعرها مش رخيص خالص. خمنوا السعر في الكومنتات، وما تنساش كفاية انك عظيم في نظر نفسك وانك تعمل لي فولو عشان تعرف مني حاجة عن كل حاجة. طريق السلامات.